مرحبا أصدقائي المتابعين، أتمنى تكونون بخير وبصحة وعافية. وصفتي اليوم هي الكيكة العادية بالكريمة الكاكاو، وهاي شكلها النهائي ورا ما خلصت، وما تاخذ وقت وبسرعة تصير وبسيطة يعني، بس الوقت التاخذه هو بالفرن يعني. المواد اللي مطلوبة: كوبين طحين، هذا الحليب ما راح استعمله كله، بيضتين، كيس بيكنج باودر، كيس فانيلا، أنا خالي كيسين بس راح أستعمل كيس، سكر كوب ونص، كاكاو هذا راح أستعمل منه بعدين تشوفون شلون، وزبدة، وهذا القالب المستطيل راح أستعمله. هاي الزبدة وبيضتين، وهي بسيطة. هاي الكيسين البيكنج باودر راح أستعمل بس واحد، والحليب مو كله راح استعمله، حسب ما اشوف ايش الخليط شلون يحتاج. هنا 100 غرام زبدة خلطتها بالخلاط، وخليت كوب ونص سكر، هو الكوب اللي تقيسون بيه تقيسون كل المواد بيه. هذا الخلاط شوية يعني ما كان عملي، بعثر السكر، فرجعت على الخلاط القديم مالتي. هنا السكر والزبدة، الزبدة طبعا بحرارة الغرفة، 100 غرام، يعني ما يعادل تقريبا 3/4 الكوب. تخلطوها زين الزبدة والسكر، كوب ونص. هسه انزل البيضتين، بيضة ورا بيضة، الاولى وبعدين اخلطها، وبعدين انزل ورا ما تختفي انزل الثانية. اهم شي تكون الاشياء بحرارة الغرفة، البيض والزبدة والحليب، حتى البيكنج باودر يشتغل. وهاي البيضة الثانية، ورا البيضة طبعا لازم نخلي الفانيلا، يعني بيض يعني فانيلا. تصير مثل الكريمة الخليط. وهذا كيس الفانيلا، إذا عندكم سائل هم ممكن، وكل شيء أخليه أخلط حتى يختلطون كلهم سوا. الطحين كوبين لازم ينخل، هذا كوب وهذا ثاني، ضروري إنه ينخل الطحين حتى تتفتح مالت الحبيبات، ويا ريت تنخلوا مرتين، أنا نخلته مرة واحدة. وحتى البيكنج باودر والملح، هسه راح اخلي كيس البيكنج باودر 8 ملم، ورشة ملح، تتفتح مالت المسامات، وهذا كله راح انخله، وبعدين اضيفه فوق البيض والسكر اللي سويتهم. بس بعد ما استعمل الخلاط راح استعمل السباتيولا او ملعقة عندكم، بس هاي السباتيولا كلش عملية، يعني ما تخلي اي ذرة من الخليط كلها تنزله يعني بالقالب. هنا أنا بعد الحليب اخلي شوية واشوف. العجينة لازم تكون سميكة، العجينة لازم تكون ثقيلة يعني مو خفيفة مثل المي. هذا القالب مسحته بالزبدة، بقطعة من الزبدة مسحته زين كله، الحواف والقاعدة.
وبعدين أرشه بالطحين. كله هيجي يعني أظل أقلب بيه إلى أن كله يصير بيه طحين مثل ما تشوفون، والزايد أنزله بالصينية. باعوا الحليب يعني تقريبا ربع كوب استعملت. المهم تكون خليط الكيك يكون ثقيل. باعوا راح أقسمه نصين، شوفوا السمك مالته ينزل بصعوبة. هاي راح أقسمه نصين، نص راح أخلي عليه باودر الكاكاو، ونص هذا خليت عليه مبروش تقريبا خاشوقتين أكل مبروش جوز الهند. هذا القسم الأول. أنا أولادي يحبوا أكثر شي كاكاو، فاللي خليت له مبروش أقل يعني. وهذا هنا أنا خليت له الباودر مال الكاكاو. القسم الثاني حبيبات الكاكاو تكون ما مفتوحة، فهيجي أنخلها زين مثل الطحين. خليت له ملعقتين أكل وأخلطها زين بحيث يصير الخليط جوزي يعني بني. وهسه أنزل بالتناوب. أول شي أنزل الخليط أبو جوز الهند الأصفر، أنزل كمية منه وألابس وأساويها زين، أعدلها بالملعقة. باعوا الخليط ثقيل يعني مو خفيف. وهسه فوقه أنزل أبو الكاكاو. باعوا بصعوبة ينزل من الخاشوقة. أخليه فوق الأصفر، وبعدين أخلي الأصفر، وهكذا إلى أن تكمل الكمية. هذا الخليط أبو الكاكاو أكثر شي طبعا سويته كاكاو، الأولاد يحبوا أبو الكاكاو. وهاي الكمية المتبقية بيها مبروش جوز الهند. بعدين نزلتها أني بالسباتيولا، كل الماعون نزلته بالقالب. ويكون الفرن قبل فترة يعني فاتحته. هاي آخر كمية. وبعدين نوبات من النص تنتفخ، فواحد إذا تحبون هيك تسوون خط حتى إذا أرادت تنتفخ ما تصعد من النص، تكون متساوية. وهذا الحليب البقى ما استعملته هواية، تقريبا ربع كوب حليب. وباعوا الفرن قبل 18 دقيقة أني فاتحته، يعني صار له تقريبا 3 ساعة هو يشتغل يحمى. بعدين أخليه على الأسفل، هو يصير براحته وما أفتح الفرن بعد. هنا خليت نص كوب حليب وملعقة أكل نشا، بعد ما فاتحة الطباخ أني على البارد يعني ذاب النشا. ملعقة أكل كاكاو، هو نفس الباودر الكاكاو. وهاي بدل السكر، هذا اكو حليب يسموه حليب مكثف، حليب محلى. هو بدل السكر تقدرون تخلون ملعقة أكل
فوقها. أنا ما راح هسه أغلفها كلها، بس على الوجه أخلي ملعقة أكل حليب مكثف، وأطفي النار بعد ما يحتاج. عندي أنا نص قالب شوكولاتة، هذا هو بيه بندق، هذا يعني مو سادة. راح أذوبها فوقها ورا ما طفيت النار، على مود لا تحترق الشوكولاتة، هي تذوب بالحرارة. هي نص قالب عندي، لو كان عندي قالب كان محتاج يعني النشا والحليب المكثف، بس ما عندي، بس شوية. هاي الشوكولاتة بالبندق يعني مو سادة هي. خليتها تذوب. هنا على صفحة عندي كمية من اللوز، راح أكسرها بالسكينة، مو أطحنها. وهاي بيتزا كنت مسوية للأطفال. هنا هيج كسرتها ثرمتها. هاي كمية بسيطة، بس على الوجه راح أرشها ورا ما تطلع. هنا هاي طلعت الكيكة مالتنا، باعوا من النص ما ارتفعت، ظلت محافظة على شكلها. المفروض أخليها تبرد أطلعها من القالب، بس الأولاد كانوا يردون ياكلون. المفروض تبرد حتى ما تتفتفت. وطلعت من القالب، وهسه أخلي عليها الشوكولاتة اللي سويتها. هي أصلا بيها بندق مثل ما تشوفون، بس على الوجه. كيكة بسيطة وسهلة، ممكن واحد يوميا يسويها وبأسرع وقت تصير. ونرش عليها اللوز اللي كسرته. هذه ما راح أرش عليها كلها، لأن أخاف أحد ما يحبه باللوز يعني. تقدرون تخلون عليها مبروش. ويفترض انه ما اقصها الا تبرد، بس بعد الجهال يردون. ابني يحبها ياكلها حارة، وهاي قصيناها ووقعت. وهاي شكلها هشة وطيبة وسكرها معتدل. وعوها قام تتفتفت. إذا وهي حارة واحد يقصها لازم تبرد، بس إذا واحد يريد ياكلها حارة بعد شو نسوي؟ ما نقدر نقول لا. وهاي شكلها من الداخل مقطعة بشكل عشوائي، يعني جوزي وبيجي كاكاو وجوز الهند ولوز، وماكو أطيب من هيجي تنأكل ويا الشاي. إن شاء الله جربوها. وموادها بسيطة، بيضها قليل، بيضتين، وسكرها معتدل، ومقاييس شفتوها. وبالزبدة صارت ريحتها طيبة بالفانيلا. إن شاء الله تجربوها، وإذا عجبتكم تسووها، وإن شاء الله تاكلوها بألف صحة وعافية. ولا تنسونا باللايك والاشتراك والشير مع الأصدقاء.